بخصوص يعني الشيخ عايض الغرني، في له كتاب لا تحزن، زعقناه. كتاب جميل صراحة، يعني ما يحتاج. بس يا عايض لا تقول لي أنا لا تحزن. أنت لا تحزن، أنت أمورك طيبة، راتبك فوق 100,000 ريال سعودي، الساعة اللي بيدك فوق 3,000 دولار سعرها، الشماغ اللي تلبسها أنت ب1000 ريال، مصروفك في اليوم يتجاوز 3,000 ريال، أنا أضمن لك هذا الشيء. عندك 10 خادمات، عندك 4 فلل، القصر اللي معك أنا أعرف القصر ما شاء الله فخم، أقل حاجة ب3 مليون. طبعا الله يزيدك. في ناس عندهم فكرة أن المطوع لازم يكون فقير، لا، منو قال لك؟ مطوع أموره طيبة، مش مشكلة، في فقير في ضبحان، في مش حرام أن المطوع يكون غني، لا مش حرام، منو قال لك؟ بس لا تقول لي لا تحزن، أنت وضعك تمام. السيارة اللي عندك يا رجال لكزز سعرها حوالي 500,000 سعودي، أنت لا تحزن. لو حزنت أنت مريض، روح تعالج. لكن أنا تقول لي لا تحزن؟ أنا أو مواطن يمني تقول له لا تحزن؟ ما عنده كهرباء، ما عنده ماء، ما عنده شغل، ما عنده عمل، يوصل عمره 50 سنة مش موظف ولا عنده بيت، هذا لا يحزن؟ هذا حمار إذا ما حزن. راتبي 200 ريال سعودي، ما تباني يحزن؟ إيش بتسوي لي 200 هذه؟ بتزوجني، بتأكلني، بتبني لي بيت، بشتري سيارة منها؟ لا ولا حاجة. فطبيعي أنا أحزن. أنت لا تقول لا تحزن. والله المطاوعة ذولها في الخليج عبرونا لا تحزن، أنه كل شيء مش عارف إيش. طيب أنت وضعكم كويس، أنتوا أموركم طيبة، الله يزيد ويبارك، نحن ما نحزن. الحاجة الوحيدة اللي نمتلكها نحن، أنتوا يعني تشتوا تمنعوها علينا، يعني الحزن. هذا الشيء اللي نمتلكه من الدنيا، الحزن بس، غير الحزن ما عندنا. تبى تشلها علي عادك، خليني احزن يا أخي، ما عندي حاجة، طبيعي احزن. حمار أنا ولا ايش يعني؟ ما عندي مشاعر عشان احزن؟ اي انسان طفران لازم يحزن، طبيعي الشيء هذا. ما عنده حق حفاظات لعياله، ما تبى يحزن؟ هذا ابنه مريض، عنده الاستما، عنده الربو، ما يقدر يعالجه، ما تبى يحزن؟ هذا لازم يحزن. اتركونا الحزن. كيف بتسوي معاه؟ طيب كيف نتخاطب معك يا ابو عواد؟ تخاطب معي، لا تقول لي لا تحزن، انا مش حمار. ما دام الانسان عايش لازم يفكر ان خلقنا الانسان في كبد، في تعب، في قل اصبروا لكم الجنه، المبتلي له اجر عظيم، وانتم الله ابتلاكم. من الكلام هذا يعني، مش تقول لي لا تفكر ولا تحزن، طنش وكانك يا رجال جني. انا مش جني. كيف طنش بقى اكل بقى شرب بقى كهرباء بقى وظيفه بقى تقول لي طنش كلمه جازعه، ايوه معقوله بقى طنش كلمه ما كهرباء ووظيفه، كيف تطنش هذه بالعقل؟